السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنكمل سلسلة تحدي فكرة غرزة في 5 دقايق. ازاي تعملي الغرزة دي؟ هي سهلة جدا. الطريقة وسريعا التفاصيل في الفيديو. اللينك الأصلي بتاع الفيديو هسيبه لكم في صندوق الوصف. هبدأ أعمل سلسلة كده. مجرد إن أنا هعمل سلسلة بطول البلورو أو البلوفر اللي أنا هشتغل. عملت كده السلسلة ودي كان طولها، وده مناسب لسن سنة اللي هو مقاس البلوفر بتاعي. هبدأ ارتفع سلسلتين وادخل في اخر غرزة انا عملتها. هلف كده الشغل بتاعي وادخل في الحلقة الخلفية واعمل نص عمود. معايا 3 على الابرة، هطلع منهم واعمل نص عمود تاني. هاخد لفة وادخل في الحلقة الخلفية في السلسلة اللي بعدها، وبعدين اعمل نص عمود بدون اي تزايد. كل حلقة خلفية هتقابلني هدخل فيها واعمل نص عمود لغاية ما اوصل لنهاية السطر بتاعي. ده كده شكل الغرزة من قدام وكمان من تحت كده زي ما انتوا شايفين. خلاص خلصت السطر الاول اللي هو عبارة عن نص عمود في الحلقة الخلفية. هبدأ اشتغل السطر الجديد. هدخل كده في اول غرزة هتقابلني واعمل منزلقة، وبعدين اخد لفة وادخل في تاني غرزة واعمل نص عمود. اللي بعدها بدخل في الحلقتين مع بعض واعمل منزلقة، بطلع من الخيط اللي على الابرة وبعدين اخد لفة وادخل في الحلقة اللي بعديها. يبقى معايا 3 على الإبرة واطلع منهم كلهم واعمل نص عمود، وهكذا. كل حلقة هتقابلني هدخل مرة منزلقة ومرة نص عمود لغاية ما اوصل لنهاية السطر بتاعي عشان يتكون الغرزة بتاعتي اللي موجودة في البلوفر. فاضل عندي غرزتين كده. انا وصلت لاخر السطر. اخر غرزة هعملها هي نص عمود وبعدين منزلقة، وبعدين هرتفع بقى سلسلة 2 علشان أبدأ السطر الجديد. السطر الجديد هيبقى عبارة عن ايه؟ هاخد لفة وادخل في الحلقتين كده مع بعض واعمل نص عمود، وبعدين لفة تاني واشتغل السطر كله عبارة عن نص عمود في كل غرزة بدون اي تزايد لغاية برضو ما اوصل لنهاية السطر. مجرد ان انا باخد لفة كده على الابرة وادخل في الحلقتين مع بعض واطلع واسحب واعمل نص عمود. خلصت كده السطر بتاعي، وبعد كده هرتفع غرزة سلسلة واحدة علشان اكرر تاني السطر اللي انا عملته اللي هو السطر التاني اللي عبارة عن منزلقة وبعدين نص عمود. يبقى انا كده الشغل بتاعي كله هيبقى عبارة عن سطر نص عمود وسطر منزلقة ونص عمود. تاني اهو، عملت منزلقة بعديها نص عمود. عملت اول قطعة من البلوفر هو نص الصدر، ده الظهر بتاعي ودي المقاسات المناسبة للمقاس بتاعي. عملت قطعتين للصدر وقطعة كبيرة للظهر عشان البلوفر بتاعي هيبقى مفتوح. عملت الاسورة بتاعة الكم وبعدين اشتغلت عدد من السطور علشان اكون الكم بتاعي. هنا بقى هيجي طريقة تشبيك الوحدات مع بعض او الاجزاء مع بعض، جزء الصدر وجزء الظهر وكمان الكمام. مجرد ان انا بس بحط كده كل حلقتين على بعض، وبعدين بس باستخدام ابرة التنظيف بخيط خياطة عادية جدا كل حلقتين، باخدهم مع بعض كده واثبت الجزئين دول مع بعض. الخيط ده اي خيط زيادة انا باخده معايا وانا ماشية علشان البلوفر بتاعي يبقى التثبيت بتاعي نضيف. هجمع الاجزاء كلها الصدر والظهر وكمان الكمام علشان نبدأ نعمل كمر البلوفر. ده الكم اهو هثبته برضو بنفس طريقة اللي انا ثبت بيها الكتف. وده شكل الخياطة او تشبيك الاجزاء مع بعض باستخدام ابرة 3.5 وهي ابرة اقل شوية. هنبدأ نعمل المرد بتاع البلوفر. برتفع غرزة سلسلة واشتغل على كل غرزة غرزة حشو، وده كله موجود في التفصيل في اللينك اللي هسيبه لكم في صندوق الوصف اللي هو لينك البلوفر بالتفصيل، ازاي عملته وازاي عملت كمان العراوي وازاي اشتغلت كل حاجة، وازاي لو عايزة تعملي مقاس اكبر ازاي تعملي. هبدأ اثبت كده في جسم البلوفر بغرزة منزلقة وبعدين اعمل ارتفاع سلسلة واشتغل على الغرز دي. غرزة المنزلقة هسيبها وبعدين هشتغل على كل غرزة حشو في الحلقة الخلفية. هشتغل غرزة حشو تانية. مجرد ان انا بدخل في الحلقة الخلفية كده واعمل غرزة حشو واكمل بنفس الطريقة.
انا هنا عملت العراوي وعملت المرد كله، وكمان هشتغل الكمر بتاع البلوفر اللي برضو عملته من لونين اللي هو ده. حسيت ان هو ناقصه حاجة فحبيت افكر له في حاجة كده، فاخترت زي مربع جراني كده، او الوحدة اللي انتوا شايفينها علشان تبقى زي جيب. فعملتها من لونين اللي هما اللونين اللي دخلتهم في الجزء بتاع الكمر بتاع البلوفر. وبعد كده باستخدام إبرة التنظيف بدأت أثبتهم الجناب بس والقاعدة بتاعته علشان يبقى زي جيب صغير. شكله كان جميل، وكمان يعني ادى البلوفر شكل أحلى. سهل جدا تقدري تعمليه بكل سهولة، والفيديو الأصلي زي ما قلت لكم موجود فيه ازاي تعمليه لأي سن والطريقة بالظبط. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة.